السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احلى واغلى ناس في الدنيا، ربنا كده يخليكوا ليا يا رب. دايما كده تكونوا بخير وفي راحة بال. النهارده بقى جايبه لكم وصفه قمر بجد زيكم. هنعمل النهارده تتبيله من اجمل التتبيلات، والله بجد من غير حلفان، من اجمل التتبيلات اللي انتم ممكن تجربوها بجد في حياتكم، وسهله وبسيطه جدا. هتودي الفراخ في حته تانية. كمان هنعمل شويه مكرونه كده من بتاع جدتي، من بتاعه زمان، من غير ما فيش فيها اي افتكاسية او اي حاجة غريبة خالص. ازاي بس نخليها مفرفرة زي ما انتوا شايفين كده، مفيش مكرونايه لازقة في التانية، وهو ده المطلوب. نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش في الوصفة القمر دي على طول. بس لو لسه ما اشتركتش في القناة يا قمر، اشتركي كده وفعلي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بقى بينا نشوف عملنا ايه. هنا بقى عندي فرخة غسلها كويس ومنشفاها من اي مية. هبدأ ان انا افتح فيها فتحات كده علشان التتبيلة تخش جواها وتشبع بيها. طبعا حجم الفرخة زي ما انتوا عايزين، وطبعا تقطعوها زي ما انتوا عايزين برضو. الموضوع ينفع في اي حاجة في الفرخة، وراك، صدور، جوانح، كمان تنفع معاكم في الكبد والقوانص. اي حاجة هتنفع معاكم، تتبيلة بجد حلوة جدا. تعالوا بقى نخش في التتبيلة على طول. عندي هنا علبة زبادي اللي هي الصغيرة، لا ممكن حوالي نص كوباية من الزبادي. كمان عندي معلقة من الكاتشب ومعلقة من الصلصة. كمان عندي باربيكيو كده، حطيت حوالي معلقتين كبار او 3. مش متوفر عندك الباربيكيو عادي، بس بجد بيضيف نكهة فظيعة، بيحول التتبيلة في حتة تانية. كمان عندي شوية زيت كده حوالي 3 معالق. وكمان حطيت ليمونة كبيرة عصرتها. يبقى حطيت ايه، حطيت علبة زبادي، حطيت معلقة كاتشب، معلقة صلصة، حوالي كده 3 معالق باربيكيو. بعد كده تعالوا بقى للتوابل. عندي فلفل اسود، عندي شطة، عندي ورق لورا، واكيد طبعا بهارات للفراخ. زودت شطة وهرجع ازود شطة برضو. وكمان حطيت ملح، طبعا الشطة ده اختياري، مش عايزة التتبيلة تبقى مشطشطة عادي. كمان حطيت كده حوالي طماطمايه معصورة، بس تشيلي منها يعني تصفيها. هنا بقى كنت بزود الشطة لان كنت عايزاها تكون حارة، اللي هي مشطشطة يعني. بقلب بقى التتبيلة دي كويس خالص، وبجد هتكون معاكي احلى تتبيلة، سهلة وما فيهاش مكونات كتير، بس بجد هتديكي نتيجة حلوة جدا. هبدأ بقى ان انا احط الفراخ كده واغلفها كويس بالتتبيلة دي. طبعا لو انت عملتها على بيات هتبقى احسن وافضل بكتير. انا كنت سبتها حوالي ساعة في التلاجة بس، عادي برضو ادتني نتيجة حلوة. بس كل ما تسيبيها يعني مدة اطول، كل ما هتديكي نتيجة احسن وافضل. هنا بقى كنت بحط شوية كاري، كنت ناسية ان انا احط كاري، ممكن تحط كركم. البهارات دي على حسب ما انتوا عايزين. احطها بقى في التلاجة كده لحد ما نعمل شوية مكرونة كده على السريع. هنا عندي في الحلة احط شوية زيت، واحط بقى الطماطم اللي انا عاملاها دي. وبحب انا المكرونه تكون الطماطم بتاعها كتير. واحط شويه ملح كده، ممكن تحطي كمان شويه سكر. ميه مغليه بقى على النار عما الطماطم تتسبك، نسلق المكرونه. ميه مغليه كده على النار، نحط شويه زيت وكمان شويه ملح. هبدأ بقى ان انا احط المكرونة بتاعتي، اي نوع مكرونة انتوا بتفضلوه. المكرونة بتاعتي ما فيهاش اي افتكاسية او اي حاجة غريبة، بس قلت اعملها معاكم علشان عندي بنات صغيرة كده لسه ما يعرفوش اي حاجة في المطبخ، فقلت اعملها معاكم على السريع. هنا بقى خلاص الطماطم اتسبكت. بتعرفي ان هي اتسبكت ان هي استوت ازاي؟ لما تنطر الزيت بره، لاقي الزيت كده على الوش، يبقى كده خلاص كده ايه، استوت معايا. ببدأ بقى ان انا ابهرها بشوية فلفل اسود وشوية ملح، وافتكر ان انا كنت حاطه لها ملح قبل كده. وكمان احط لها شطة لو انتوا عايزين. هنا بقى حطيت معلقة صلصة، وممكن تستغنوا عنها لو الطماطم حمرا، ممكن تستغنوا عن معلقة الصلصة دي. خلاص كده عندي بقى المكرونه صفيتها خالص من الميه، وهبدا ان انا احطها. المكرونه اهم حاجه عشان تكون مفرفره معاكم، تطلعوها 3/4 سوا، يعني تكون مستويه كده الا حاجات بسيطه، تحطها في الطماطم كده تكمل سواها.
مع الطماطم، تاخد من طعم الطماطم وفي نفس الوقت تكون مستوية وحلوة ومش معجنة. ابدأ بقى ان انا اقلبها كويس كده لحد ما اشبعها بالطماطم، وبعد كده بهدي عليها النار وبغطيها. ما بتاخدش حوالي كده 5 دقايق وبتكون جاهزة معاكي ومستوية. يبقى هي بس الحاجة اللي بتخليها مفرفرة انك بتطلعيها اصلا من المية كده، بتصفيها وهي سوا الا ربع، يعني بتكون عايزة سوا بسيط. فانا بكمل سواها مع الطماطم. تعالوا بقى نرجع تاني للفراخ، وهي كده خلاص كانت اتبلت معايا حوالي ساعة. بحط بقى في الصينية شوية زيت، وابدأ ان انا ارصها من غير اي حاجة خالص. ارصها بقى كده وانا اسوتها على البوتاجاز من فوق اسرع يعني. لو الفرن بتاعكم حامي ممكن تغطوها كده بورق سلوفان وتقوموا مدخلينها الفرن البوتاجاز هتستوي معاكم. انما انا يعني ايه بنجز بحطها على البوتاجاز من فوق، وبعد كده اما بتستوي بدخلها بس الفرن كده تاخد وش. كنت حاطه برضو الكبد والقوانص كده في التتبيله، بجد حلوه جدا. ان شاء الله كده ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوها احسن مني مليون مره. طبعا التتبيله اللي بتبقى فاضله بحطها على الفراخ طبعا. تتبيله ما تتسبش من كتر ما هي جميله وحلوه جدا. نحطها بقى كده على نار عاليه، واول لما بتغلي بهدي النار لحد ما بتستوي معايا خالص. بتاخد كده حوالي ساعه على حسب برضك حجم الفرخه قد ايه. خلاص كده انا بوريكم ان هي خلاص استوت. بحط بقى شويه زيت كده من اللي حواليها كده على الوش، واقوم مدخلها الفرن. اول ما بطلعها من الفرن محضره عندي في حمايه بحطها في طبق، وبجيب شويه زيت من اللي نازلين من الفرخه بحطها كده على الفحميه المتولعه بتطلع لي دخان. اول ما بيطلع لي دخان بغطي عليها وبسيبها حوالي كده 10 دقايق عشان تتشبع من ريحة الفحمة القمر دي. بجد الفحمة بتخليها كأنها مشوية بالظبط. انا مش هقول لكم يعني كأنها حاجة بسيطة مشوية، لا. الفحم كده ريحته بتقلب الفرخة لحتة تانية خالص، كأنها كده مشوية و ان احنا ايه يعني ايه مدخنين والكلام ده كله. بس الوضع طلع سهل بجد ومفيش اسهل ولا ابسط من كده. دي الفرخة بقى بعد ما خلصت، ودي المكرونه بعد ما خلصت. عايزه اوريها لكم قد ايه بقى مفرفره وجميله جدا. عارفه ان انتوا شطار وبتعملوا احسن من دي مليون مره، بس انا حبيت ان انا اعملها برضك للبناتيت الصغيرين اللي موجودين عندي لسه ما يعرفوش حاجه في الطبخ، وقلت اعملها معاكم. وطبعا اخواتي الصغيرين لو محتاجين اي حاجه واي وصفه كده ولسه مبتدئين في قلب المطبخ، نفسهم في اكله معينه كده اعملها لكم، اكتبوا لي في التعليقات وانا هعملها لكم باذن الله. طبعا اخواتي الكبار يعني دوم على راسي، وربنا يحفظكم ويسعدكم، وبرضه تحت امركم لو انتم محتاجين اي وصفه عناية ليكم. انتوا عيلتي التانية، وربنا يحفظكم ويسعدكم اللهم امين. واهم حاجه يا رب كده يحقق لكم كل اللي بتحلموا بيه، اللهم امين. قولوا امين. هنا بقى خلاص وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى كده يكون الفيديو يكون خفيف على قلبكم وما يكونش تقيل. بجد من قلبي جربوا التتبيله القمر دي، مش هتندموا خالص. بجد هتأدمنوها من كتر ما هي حلوه جدا، وكمان تتبيله سهله وبسيطه وسريعه. في امان الله وربنا يحفظكم، ومع الف 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 سلامه. مع السلامه.